بالنسبه للاشعه بتاعتك اه القرنيه عندك كويسه خالص، بس تمام. هي عيب ان هي رفيعه سنه، تمام فاحنا عشان كده نعمل لك نوع ليزك مخصوص مش هينفع غيره، اسمه ليزك سطحي. تمام ميزته ان هو امن، يعني ما فيهوش جرح ما فيهوش حاجه، هتشوفي يعني ان شاء الله رؤيه كويسه وكل حاجه، وحتى لو لا تمام قدر الله في خبطه في المستقبل او حاجه مش هيحصل مشكله. بس تمام. عيبه بقى ان احنا اول 4 5 ايام يبقى عندنا شويه دموع واحمرار وكده، مش فما مشكلة. تستخضيش يعني تبقى عارفه ان الرؤيه دي تمام. ماشي خلاص. انا هنجهز دلوقتي وندخل على طول زي ما نضفتك بقى وتبيعيها بقى. تمام. اتفضلي. ازيك يا مي، اخبارك ايه؟ الحمد عامله لله ايه؟ تمام. احنا كده بقالنا اسبوع اهو كنا عاملين ريزك سطحي، طبعا اتعذبت لك كام يوم كده، اه قد ايه يا حبيبي؟ ادينا شلنا العدسات اهو، نبص عليك ونسلك نظر. في فين؟ شمال برافو. فوق اقفلي. تحت يمين فوق اي شمال تحت زي ده جدا. اقفلي. يمين شمال فوق تحت يمين صعبة دي شوية، فوق ممكن نشوف دي. تحت دي فوق مكتوب جنبها ايه بقى؟ 6 و6. ماشي، هو 6/6، الحمد لله امورك جميلة. بس هي الفكرة في ايه؟ ان احنا زي ما قلنا ممكن تلاقي القراية شوية، الانوار الحاجات دي تاخد لها وقت بسيط ان شاء الله هتتحسن خالص. اسمي مي توفيق، عندي 23 سنة. أنا كنت قاعدة عادي في البيت جدا، كنت بتفرج على التلفزيون، لقيت القاهرة والناس عليها برنامج، لقيت دكتور أحمد ربيع. فاتفرجت، حسيت إن أنا مطمنة إن أنا أعمل عنده ليزك. أنا طبعا لابسة نضارة من وأنا صغيرة جدا، فكنت خايفة إن أنا أعمل حاجة زي كده لأن دي حاجة حساسة. فلما اتعاملت معاه اطمنت أكتر، وبعدين خدنا ميعاد العملية، ولما عملتها حسيت بفرق كبير جدا، حسيت إني مكنتش عايشة أصلا. لما جيت كانت الدنيا سهلة، اول ما جيت عملت العمليه على طول وكلهم مهتمين بيا. وطبعا بعد ما شفت حسيت ان انا عايشه حسيت بشعور حلو جدا. فطبعا بشكره وبشكر الكرو، وشكرا جدا دكتور احمد ربيع.